السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تنزلي تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك إشعار بيه. وتعالي كده معايا نبدأ في تفاصيل الفيديو بتاعنا. وروتين النهاردة روتين قوي جدا ومشجع جدا جدا، فتعالوا كده أوريكم احنا هنعمل ايه. ده طبعا الحوش بتاع البيت او الجنينه بتاعه البيت بتاعي البسيطه الهاديه خالص، على حسب ما انتوا بتسموها حوش او جنينه. فزي ما انتوا شايفين كان عندي طبعا الطبق الاخضر ده كان فيه عيش ناشف كده، القطط وقعوه، فهبدا ان انا المه وانضف الجنينه. طبعا زي ما انتوا شايفين انضف الجنينه من تحت وانضف الحوش من فوق، الحوش اللي هو معمول بالاسمنت. فزي ما انتوا شايفين هنضفها طبعا عشان نزرعها مع بعضينا كده. فهنمشي خطوة خطوة كده ونشوف احنا هنعمل ايه. هنضف معاك الجزء ده كله علشان كده نتشجع طبعا ونقوم ونشوف ورانا ايه. فشايفين طبعا الاشجار اللي واقعة، الشجر ناشف كده واقع وجوافة طبعا بايظة وناشفة، فهنلم كل الكراكيب وكل الحاجات دي كلها ونبدأ ان احنا نشتغل الاول من تحت وبعدين نطلع على المكان اللي فوق اللي زي ما انتم شايفين مصبوب بصبة الاسمنت. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي دي الجنينه البسيطه بتاعتي. هبدا طبعا من تحت بالقين، وما ينفعش طبعا اكنسها بمقشه لانها كلها طين وكلها طبعا تراب وحاجات من كده، وفي نمل كتير يعني كنت بشتغل فيها وهي مليانه نمل من الاشجار. فتعالوا كده مع بعضينا نشوف هنبدا بايه الاول ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين دخلت الاول على العيش لان ما ينفعش اكنس الحوش الا لما الم العيش ده كله عشان طبعا حرام. فالطبق ده كان مليان عيش كده وحطاه فوق الحيز اللي انتوا شفتوه بتاع الجنينه. فالقطط وهي ماشيه وقعته على الارض، فلازم طبعا ابدا ان انا المه كده كله، ما اسيبش اي حاجه منه، وابدا ان انا طبعا اكنس الحوش. بس طبعا اول ما ابدا في كنس الحوش طبعا هلم الهدوم، لان طبعا الهدوم مش تتطرب معايا، لازم المها في الاول كده واشيلها خالص، احطها في السبت وادخلها جوه الشقه، مش هسيبها في الحوش نهائي لان طبعا هنتطرب وهنتبهدل ولسه هنرش ميه. فشجعوني كده بلايكاتكم الحلوه وتعليقاتكم الجميله علشان طبعا نتشجع ونشوف الفيديو كده والفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس واكتر عدد من المشاهدين. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي نزلت طبعا على الجزء ده، والجزء ده هو الجزء اللي ينفع ازرع فيه واحط فيه اي زرع انا حابه احطه. فزي ما انتم شايفين نزلت كده وقلت هديه كنسه كده معتبر عشان ابدا طبعا ان انا انكشه كده، اعمله كده بفاس صغيره، معرفش انتوا بتقولوا عليها ايه، هي نظام فاس صغيره كده انكشه وبعد كده ازرع الزرع اللي انا حابه ان انا ازرعه. فزي ما انتم شايفين كده ابني اجا وبدا ان هو يساعدني برضو، لان الزرع ده او الكنس ده بياخد وقت والتنظيف ده بياخد وقت طويل جدا. فشجعوني كده بالتعليقات الجميله وقولوا لي انهي روتين تحبوا ان انا اعمله لكم واكرره لكم تاني من الروتينات اللي انا بعملها. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي طبعا ابنك منه ضعيف، فصعب عليه ان هو يكنس كده ويلم الكنس بتاع الزرع، لانه طبعا كل ما بتكنسي كل ما الكنس ده بيزيد معاكي وبيكون تقيل عليه. فجينا هنا بقى على الجزء التاني برضو من الجنينة اللي تحت، وزي ما انتم شايفين بدأنا برضو نكنس ونلم كل الحاجات وكل الأشجار اللي واقعة، الأشجار الناشفة، لأن مليان أشجار ناشفة ومليان طبعا ليمون بايظ ومليان جوافة برضو. في شجرة جوافة جنبينا كده تبع ناس جنبينا كده، فبيسقط الجوافة دي بتسقط وبتقع عندنا، فطبعا بتعمل ريحة مش حلوة وبتعمل طبعا بتلم نمل كتير. عايزة اقول لكم ان احنا كنا واقفين بنشتغل والنمل يعني خايفين من النمل، يا دوبه بيطلع علينا كده ونمل سريع جدا جدا، مش عارفين برضو ان احنا نشتغل. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي شايفين طبعا الجوافة اللي وقع على الحديد ده، دي جوافة ناشفة كده بيكون طبعا هي حلوة وبيكون مسكرة، بس ما ينفعش ان انت تاكليها لان بيكون جواها حاجات مش حلوة. لازم كده ان انت تبصي فيها جامد جدا وتاخدي بالك منها لانها طبعا مش بيكون مرشوشة، بيكون بايظة. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بدأنا طبعا ان احنا نلم كل الحاجات وننزل طبعا الجوافة البايظة والجوافة الناشفة والحاجات دي كلها عشان نلم كل كوم واحد
وبعد كده اجيب شكارة والم كل الكناسة ديت فيه، مش هطلعها طبعا على فوق، وبعد كده اكنس فوق والم كله في شوال واحد او في شكارة واحدة. فزي ما انتم شايفين طلعت على فوق كده، وهبدأ بقى بالمقشة لان القنو مش هيمشي معايا التراب اللي انا عايزة اخده في السكة كده، انما المقشة هتاخد معايا التراب الناعم اللي على الوش ده، لاني انا عايزة اتخلص من التراب ده، لاني انا بنشر هنا، بجيب الهدوم وانشرها هنا، فانا مش عايزة يكون في تراب، وابني بيدخل بالمكنة في الجزء ده برضو في الحوش، فانا مش عايزة يكون في تراب يعمل لي كده عفرة على الهدوم اللي انا بنشرها، وعفرة طبعا على اي حاجة موجودة في الحوش. فزي ما انتم شايفين بدأت طبعا ان انا اكنس كده والم كل الكناسة كده، واخد برضو التراب الناعم معايا بالمقشة، لان المقشة ديت بتسهل برضو عليا حاجات كتير. فزي ما انتم شايفين بيكون في فتافيت حاجات وحاجات ملهاش اي لازمة، فلازم المقشة هي اللي تاخدها. لو القنو مش هيمشي معايا، اللي العفش اللي فوق بس، العفش والاكياس الناعمة اللي فوق اللي بتطير، الحاجات اللي بتطير، لكن التراب القنو ما بياخدش اي تراب. القنو اللي هو اللي مرمي هناك ده، اللي عبارة عن حاجة كده تبع النخل، بيقطعوها ويبيعوها ويعملوها قنو كده، تكنسي بيه قدام الأبواب والمناطق اللي زي كده، وتكنسي بيه الحوش بتاع البيت. هو ده القنو اللي أنا بقول لكم عليه، ده عامل زي المقشة بتكنسي بيها، وأيام زمان كانوا بيكنسوا بالقنو ده، ما كانش فيه مقشات. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بحاول طبعا ان انا ازق المقشه جامد علشان طبعا اخد التراب الناعم معايا، يعني ازقها كده كاني بزق جردل او بزق حاجة، ما بكنسش كده وخلاص، لا بزق التراب معايا كده علشان طبعا يطلع كله على بر. فزي ما شايفين كده يا حبايبي، لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو، يا ريت تنزلي تحطي لي اللايك كده، وتشيري الفيديو لاصدقائك، وتشتركي في القناه، وتكتبي لي كده تعليق حلو كده يكبر بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم كلكم يا حبايبي، ونفضل عيله كده مع بعضينا، وان شاء الله العيله دي تكبر باذن الله. فزي ما انتم شايفين كده بدات ان انا اطلع طبعا التراب على بره، بسيب التراب بره البيت خالص، وبلم طبعا الاجزاء اللي انا مش حباها ديت، بلمها طبعا واحطها طبعا في الشكاره اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا هلم فيها الاجزاء بتاعه الجنينه اللي بره. فزي ما انتم شايفين هنا بقى، احنا كنا طلعنا على الجنينه اللي بره البيت خالص، اللي قدام البيت، قدام البيت كده احنا برضو زارعين زرع، فبدانا ان احنا ننظف تحته كده زي ما انتم شايفين. زي ما شايفين كده يا حبايب قلبي، بدأنا طبعا ابني هو اللي بيعمل كل الحاجات ديت، بدأ ان هو ربنا يحميهم يا رب من كل حاجة، ربنا يحرس اولادنا جميعا يا رب العالمين، ويخليهم لينا يا رب، ويدومهم نعمة في حياتنا. فزي ما انتم شايفين بدأ ان هو طبعا ينظف تحت الزرع، لان ده مكان كده في الشارع احنا حاطين فيه زرع كده، وبيكون برضو زارعين فيه خضرة محشي. انا قايله لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، خضرة محشي، جرجير، بصل، الحاجات دي كلها، الحاجات البسيطة الخفيفة دي. فبدأنا ان احنا ننظف تحت الزرع، عشان طبعا نرش برضو شوية جرجير، ويكون المكان نظيف. زي ما انتم شايفين كده بيكون واقع طبعا ازايز، لان الشارع ده بيلعب فيه الاولاد، وبيلعب فيه اولاد الجيران، فطبعا بيكون في ازايز عصير، ازايز مية، اكياس. فزي ما انتم شايفين نضفناه وخليناه فل وعشرة على عشرة، وبدأنا ان احنا نرشرشه كده بالمية، عشان نبدأ ان احنا نرمي المسحوق بتاع الزرع، ونبدأ ان احنا نزرع كده الجرجير اللي احنا جايبينه. فزي ما انتم شايفين بنرشرش كده الأرضية، وطبعا بنبدأ ان احنا نختار المكان الكويس اللي ما بيمشيش فيه قطط، اللي ما بيمشيش فيه كلاب، اللي على جنب يعني، علشان طبعا الكلاب ما تجيش على الزرع بتاعك وتعرفي ان انت تاكلي منه، لاننا كنا زارعينه قبل كده في الجنب التاني من البيت، وكان طبعا الكلاب والقطط بيمشوا عليه، فما ينفعش تاكلي من الحاجات اللي زي كده. فبدأنا هنا في الجنب ده، او في الجزء ده، جزء كده على جنب كده، ان احنا نرمي كده المسحوق او الزرع او التقاوي بتاعة الزرع في المكان ده. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، طبعا ابني اللي بيعمل الحاجات دي كلها، ربنا يحميه يا رب ويحفظه من العين. فزي ما انتم شايفين خلصنا كل الحاجات، وهنبدأ طبعا ان انا ادخل على الجنينة اللي احنا نظفناها مع بعضينا، وهبدأ ان انا انكش كده بالحاجة اللي في ايدي ديت، اعمل كده في الارض كده، يعني اطلع التراب كده،
علشان ابدأ ان انا ارش الزرع كده واعمل حد ان الزرع يكون ماشي عليه، عشان اعرف ان الجرجير مرمي في المنطقة ديت، عشان طبعا اللي يدخل عند الحنفية او اللي ينزل الجنينة يعرف ان المكان ده مزروع. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بدأت ان انا انكش كده في الارض واطلع طبعا التراب كده، اعمل حدود كده معينة علشان ارمي فيها الزرع. فزي ما انتم شايفين كده انا بعمل الحركة ديت، بيطلع معايا حاجات من الارض ملهاش اي لازمة برميها على جنب، عشان يكون انا رشة الزرع على نظافة، انا رشة الحاجات ديت على نظافة. فزي ما انتم شايفين بمشي كده بالحاجة اللي في ايدي كده، او حاجة كده زي الشاكوش بمشي بيها كده، وبعمل نظام فحرة كده بسيطة على الوش كده عشان ارمي فيها الزرع بتاعي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وبلملم طبعا كل التراب اللي طلع معايا ده على جنب. وزي ما انتم شايفين كده في النهاية بجيب بقى الخرطوم وبرشرش مية بسيطة خالص في الجزء اللي انا فحرته، علشان طبعا لما ارمي الزرع يثبت معايا في الارضية. زي ما انتم شايفين كده دي الزرع اللي انا حرميه، او التقاوي اللي انا حرميها في الاجزاء اللي انا فحرتها. زي ما انتم شايفين كده في الاجزاء كده بطول الجزء اللي انا عملته نظام الحد كده، عشان طبعا اللي يمشي واللي يروح ويجي يعرف ان هنا في زرع. وان شاء الله هصوره لكم بعد ما يطلع وتقولوا لي رايكم في الزرعه بتاعتي ايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي هطلع بقى على الجزء اللي فوق اللي احنا كنسناه مع بعضينا ولمينا منه العيش، ولميت طبعا الهدوم قبل ما اشتغل في اي حاجه. ودي الجزامه بتاعتي اللي انا اشتريتها كده من على النت. فزي ما انتم شايفين هشيل الجزء الازرق ده كله وارميه طبعا في الشارع خالص، لاني مش عايزاه بخلي شكلها مش حلو، وهي اساسا بتنفصل عن بعضيها كده. لازم الواحد يحكمها كده ويتك عليها جامد عشان تتدبس في بعضيها، تلبس كده في بعضيها. فهي عايزة نظام معين وعايزة اللي يفهم ليها، لانها كل شوية بتنفصل كده، الاجزاء بتنفصل عن بعضيها، لازم تدخليهم تاني وتحكميهم جدا جدا في ان هي تفضل ثابته كده وماسكه بعضيها. زي ما شايفين كده هروح طبعا على البوابه اغسلها بعد طبعا ما غسلت كده الجزامه، وهعمل بالجزامه حاجات حلوه جدا جدا. فاستنوني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتشوفوا انا هعمل بيها ايه. زي ما انتم شايفين كده جيت على البوابه وهبدا ان انا طبعا انزل من عليها التراب، لان بيكون عليها كميه تراب ناعم جدا. فهبدا ان انا انزله كده وارشرش كده الجنينه واظبط الدنيا. زي ما شايفين كده يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فزي ما حضراتكم شايفين كده رششت طبعا البوابة ونزلت التراب اللي عليها، ونزلت طبعا التراب اللي كان على الجزامة. وزي ما انتم شايفين كده رشرشت طبعا الزرع ونزلت طبعا التراب اللي عليه. ودي الجنينة البسيطة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، وديمها نعمة علينا يا رب، نعمة الوسع ونعمة الرزق ونعمة كل حاجة ونعمة الصحة. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ادي الجنينة البسيطة بتاعتي بعد طبعا ما ظبطناها ونضفناها طبعا. ففي اختلاف طبعا قبل وبعد، في اختلاف. فزي ما انتم شايفين الزرع بتاعي اهو ما شاء الله، في بواص طالع برضو، في ليمون في الجزء بتاع شجرة الليمون اللي جنب البوابة على طول في ليمون كده. فبنجيب بالطلب على حسب ما احنا بيكون عايزين ليمونة او اتنين، فبنجيب بالطلب كده، ما بنجيبش كله مرة واحدة. بنسيبه كده في الزرعة بتاعته متحافظ عليه. زي ما انتم شايفين ادي الجنينة اهي رشاشة طبعا السور اللي معمول ده كله، عشان طبعا بيكون عليه تراب. وانا بنشر كده الهدوم. وده الجزء طبعا اللي تحت اللي احنا نضفناه مع بعضينا وزرعنا فيه الزرع. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو دي الجنينة بتاعتي البسيطة. ادعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم لاختكم. وبهنا بيكون وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصل لك اشعار بيه. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.